كده. الاهلي عايزه او مش عايزه ده مصير اللاعب. كمان يعني اداؤه البدني نزل في الفتره الاخيره. كمان مشاغل الكاس اللي هتحصل الايام الجايه، مصر الكوره مش عايز يلعب الكاس، لانه اصلا بيقول لك بعد ما نخلص الدوري هنلعب الكاس. تلعب الكاس فين يا عم انت؟ الناس بقى لها سنه بتلعب ما ريحتش، ما خدتش راحه. الناس بره خدوا راحه وصيفهم وظبطهم وقعدوا 3 اسابيع ولا شهر تصيف، وبعد كده عملوا فتره اعداد وبيلعبوا ماتشات وديه عشان يبداوا الموسم الجديد. واحنا لسه يا ما ظلمتني في الموسم القديم، لا خلصت دوري ولا خلصت كاس ولا خلصت اي حاجه. اتحاد الكوره بصراحه مزودها خالص، مبوظ الكوره المصريه. مش عارفين نتفرج على كوره، مش عارفين نعمل اي حاجه. انا مش عارف يعني الاستاذ جمال عبد النعم عايز مننا ايه كمان. هو اصلا الفتره اللي فاتت نزل بيانات من صحفي بيقول لك انتوا طلبتوا تاجلوا، طلبتوا مش عارف تعملوا ايه تاجلوا. احنا النادي الاهلي اتاجل له ماتشات اصلا على حسب اللائحه اللي حضرتك حاططها، على حسب اللائحه اللي اتحاد الكوره حاططها. يعني مش متاجل له حاجات بمزاجه. النادي الاهلي الوحيد في العالم كله لاعب اكتر من 70 مباراه. لو يعمل لك ايه تاني اكتر من كده عشان يكمل ويكسب ويحقق بطولات؟ النادي الوحيد اللي في مصر وفي القاره الافريقيه رفع راسك فوق هو النادي الاهلي. هو على منصه التتويج عبر سنين متتاليه. النادي الاهلي هو اللي عامل لك قيمه في وسط الدول العربيه وفي وسط الدول الاجنبيه. بيروح كاس العالم انديه بيشرفك. الناس كلها بتحتفي بالنادي الاهلي في كل مكان. ليه اتحاد الكوره بيقلل مننا كمان؟ يعني يعني انت خلصيه الدوري في شهر 8، في اخر 8 اهوت بقول لك كمان نلعب الكاس. لعب الكاس فين يا عم انت؟ طب اللعيبه هتريح امتى؟ اللعيبه بجد والله العظيم تعبت، هتريح امتى؟ اللعيبه هتريح امتى؟ كمان منزل بيانات بيقول لك كولر بيقول لما كولر طلع في المؤتمر الصحفي الاخير قدام المقاولين قال لك هو اتحاد الكوره عايز مننا ايه؟ اللعبه دي لو لعبوا لو ما راحوش 3 اسابيع او 4 اسابيع في الفتره الجايه، اللعبه دي هتقع في سبتمبر او تقع في اكتوبر الجاي. خلاص ما عادوش قادرين يلعبوا بدني، يلعبوا كاس ازاي؟ وكمان بعد ما يلعبوا كاس الاستاذ الكابتن حسام حسن عايزهم مع المنتخب، هيلعب قدامهم مباراتين في الشهر الجاي، في اول الشهر الجاي. طب ازاي اللعبه دي بعد ما تلعب في الكاس وبعد ما خلصوا دوري يلعبوا في الكاس وبعد الكاس هيروحوا المنتخب؟ طب وبعد كده هيروح فين؟ طب وبعد كده هتروح في افريقيا؟ مش هتستريح؟ ده الواحد لما بيبقى شغلته النار بيبقى عايز يفصل. انت اللعبه دي ما بتفصلش، يبقى لها سنه ما بتفصلش، يبقى لها كام سنه ما بتفصلش. اللعيبه ما بتفصلش، اللعيبه ما بتفصلش. حتى كمان يقول لك الاستاذ سيف زاهر استضاف الاستاذ جمال علام بيقول له طب انت الفتره الجايه بعد ما هترشح نفسك تاني؟ قال له لسه مش عارف وبتاع. قال له يعني مش مكتوب بند في اتحاد الكوره ان انت ممكن تاخد فتره تانية ولا لا؟ قال له لا لسه مش عارف، انا لسه اشوف. قال له انت لسه ما تعرفش؟ يعني انت ازاي ما تعرفش القوانين اللي مكتوبه في اتحاد الكوره؟ قال له هبقى اروح اشوف. تروح تشوف ايه؟ تروح تشوف ايه؟ يعني ازاي انت اصلا رئيس الاتحاد المصري وما انتش عارف القوانين واللوائح اللي عندك في اتحاد الكوره؟ انا مش عارف والله العظيم اقول ايه على اتحاد الكوره دي. اتحاد اللطيف زي ما بيقولوا. انا بجد والله مش عارف اعمل ايه او اقول ايه على اتحاد الكوره اللي كله مهزله. حتى يعني جايبين واحد حكام اجانب في كاس الرابطه واخد مش عارف 3 مليون و600، وهي اصلا الجايزه كلها على بعضها مليون ونص. يعني انت بتدي للحكم اللي جاي يحكم 3 مليون و600 والجايزه اصلا مليون ونص؟ طب ازاي؟ انا مش فاهم والله. طب ما تعمل بدل المليون ونص يبقى 5 مليون وهات حكام مصريين وكبر المسابقه بتاعتك عشان حتى كل اللي اشترك فيها. انما انا مش عارف ده اتحاد ولا ده ايه بالظبط. كمان النهارده هنتكلم على الثلاثي اللي في المنتخب الاولمبي اللي هو كريم الدبيس وكوكا وحمزه علاء. جالهم عروض خارجيه من بره ممكن يحترفوا بره. هل الاهلي يوافق ان هم يطلعوا بره ولا هل الاهلي محتاجهم الموسم الجاي؟ كمان احنا داخلين على كاس عالم وداخلين على دوري افريقي وسوبر افريقي وكاس عالم انديه وكونتيننتال ودوري وكاس سوبر. داخلين على ملحمه قرار السنه الجايه. لازم كمان اللعيبه تريح بجد. اللعيبه في الدوري لازم تريح علشان الفتره الجايه دعك وهرس للعيبه دي. اللعيبه ديت السنه دي بجد والله العظيم اللعيبه ديت انا مشفق عليهم جدا من اللي بيحصل لهم كل 3 ايام ماتش وضغط نفسي وضغط عصبي، واي بطوله بيدخلوا فيها عايزين ياخدوها
ما هو النادي الاهلي ده قدره يعني. اكيد النادي الاهلي بيخش اي بطوله بيبقى عايزها. مش زي ناس تانية مثلا ممكن يطلع تاني يبص ايده ووشه وشعره وده، انا مش عارف والله. النادي الاهلي غير اي كل الانديه. اخبط عينك على عدد لايكات وصلنا ل 200 لايك، ولو مشترك اشترك في القناه وادعم اخوك عمرو، و وفعل زر الجرس. أتمنى من كل أصحابي وإخواتي الدعم للقناة. طبعا أنا لسه بادئ جديد بقالي أسبوعين أو 3 أسابيع تقريبا يعني. مكانش في دماغي أعمل قناة، بس قلت أعمل قناة لإخواتي وأتكلم عن الكورة اللي أنا بحبها وبحب النادي الأهلي. فإن شاء الله ربنا يوفقنا في المرحلة الجديدة ويثبتنا في الأخبار الجديدة لكل مشاهدينا. وأتمنى أكون موفق معاكم في هذا الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.